يا مساء الخير، يا مساء الورد، يا مساء الفل والياسمين، مساء الأرانب والملوخية والرز ولسان العصفور والسمبوسة الحلوة دي. أنا قلت لكم قبل كده احنا في مطبخنا البسيط، كل يوم في جديد وكل يوم فيديو وكل يوم حوارات وقصص جديدة بنسمعها واحنا بنحكي معاكم عن الأكلات اللي احنا بنعملها. يلا بقى يا أحلى متابعين، تعالوا نشوف في اليوم ده عملنا ايه. زي ما انتوا شايفين كده، ده ايه يا ميسة؟ فرخة، لحمة؟ ايه ده يا ميسة؟ احنا مش واخدين بالنا، ده الأرنب المحترم ده. جبت الأرانب دي من عند واحدة جارتنا، قالت أنا عندي أرانب حلوة. نورة بتقول لي أنا اللي جايباها، الفاشلة هي اللي جايباها. قالت عندي 4 أرانب حلوين، قلت لها روحي يا نورة هاتيهم ويلا بقى إيه نطبخهم، والجو ساقعة، والجو الساقعة ده عايز الأكل الدافي. بعد ما جبنا الأرانب، طب هعمل جنبها إيه؟ قلت لهم هعمل جنبها ملوخية خضرة وهنعمل لسان عصفور. وبعتنا جبنا كيسين ملوخية جاهزين. طبعا انتوا عارفين كل المحلات دلوقتي فيها اكياس الملوخية الجاهزة والخضار الجاهز. وقلت يلا بقى نبتدي. طبعا هم بقى واقفين جنب الكاميرا، يلا يا ماما احنا عايزين ناكل، احنا جعانين. قلت لهم ما انتوا عارفين انا ما باكلش غير قدام الكاميرا، فرصة ان انا ايه، ان انا يعني ادوق الاكل قبل ما يروح عليكم. وطبعا القريب كانت سخنة جدا بصراحة والله، وانا بشدها كده عشان اقطعها يعني، حرقت ايدي لانها كانت سخنة ولسه نازلة من على النار. وانا دايما بحب احطهم في الفرن، بس الفرن عندي معكسني شويه، قلت احمرها في شويه زيت كده ومعلقه سمنه. معلقه سمنه يا ميسه والله بيبقى طعمها وريحتها تحفه. طب جربيها كده وانت بتحمري الفراخ ولا اي حاجه، وترشي عليها شويه الفلفل الاسمر يا عليها. على فكره انا الموضوع ده شفته كان عند واحده ست كبيره كده، وكانت جاره ليا، وفي مره كنت قاعده معاها ولقيتها بقى ايه، جايبه الشعله وقاعده تحمر في الفراخ. ومش عارفه اقول لكم على الريحه، لقيتها في اليوم ده وهي بتحط الزيت راحت حاطه معلقه سمنه. فانا استغربت وسالتها طب يعني ليه بتحطي معلقه السمنه دي؟ في حد بيحط سمنه في التحمير؟ قالت لي والله والله يا ميسه بيخلي ريحه الطير والاكل جميله، مش قادره اوصفلك. وحلفت بصراحه من يوميها لا اجربها، ومن يوميها وانا عايشه على كده. أي تحمير هاحمّره معلقة سمنة مع الزيت، يا الله على الريحة، بيخلّيها حاجة تانية خالص. وأول ما تطلع بقى معاكِ وترُشّي عليها الفلفل الأسمر، الريحة بتظهر معاكِ أكتر، وكل اللي بياكل منها بيبقى بياكل ما شاء الله ويقول لِك إيه الريحة والطعم والجمال ده. أنتِ بتعملي إيه يا ميسة هنا يا ترى؟ ميسة على طول معتادة السمنة بتاعتها والزيت. زي بنتي آلاء بتقول لي يا ماما انت كل ما بتجهزي اكل لازم معلقه السمنه، في الرز معلقه السمنه، في الطبيخ معلقه السمنه. يا ماما اقول لها والله يا آلاء انا ما بحب الاكل غير بمعلقه السمنه دي، بيدي نكهه كده وبيغير ريحه الاكل وطعم الاكل. طب انت بتعملي ايه دلوقتي يا ميسه؟ طبعا انتوا عارفين ومتعودين ايه اللي انا بعمله. اول حاجه بولع عليها الرز. النهارده عكست. ليه عكستي؟ هقول لكم ليه. قلت ما اولع الارانب بخليها تاخد تشويحه كده، اهو رجعنا للرز. وهي بتاخد التشويحة بتاعتها نولع على الرز بتاعنا. يا ميسة انت لسه بتولعي على الأرانب؟ دايما مستعجلة والله العظيم. أنا مبحبش أقف في المطبخ كتير، بحب أخلص الأكل بتاعي في خلال نص ساعة، تلت ساعة، ربع ساعة، المهم إن أنا أجهز أكلي كله وأطلع من المطبخ. طبعا بنتي واقفة جنبي، ماما الشعرية تتحرق. قلت لها طبعا أنا عارفة إن انت فاشلة ومتأكدة من كده، الشعرية مش بتتحرق، أنا بحبها تتحمر معايا قوي كده، واحب انزل عليها بالرز لغايه ما بتاخد الميه بتاعتها، بيبقى اللون بتاعها جميل وتحفه في الرز. مش الرز بتاعكم اللي انتوا بتعملوه لنا مش عارفين الشعريه من الرز. طبعا احنا متعودين الرز بينزل عليه بالملح الابيض. شفتوا هنا بقى رجعنا للارانب بياخد التشويحه بتاعتها، ونزلت عليها بالفلفل الاسمر عشان لو فيها اي ميه اي حاجه تنزل. ورجعت غطيت عليها. شايفين الميه اللي نزلت من الارانب عامله ازاي؟ هنا بقى بصراحه انا كنت نسيت الكبد والقوانص بتاعت الارانب خالص. رجعت فتحت الحلة ورجعت نزلت بيهم. وزي ما انتوا شايفين أول ما المية ابتدت تعمل، شايفين المية عاملة ازاي، رجعت غطيت عليها ورجعت شلتها.
طبعا ما بتاخدش معايا وقت، يعني لو زي ما انتوا فاكرين ده كله ما بيكملش 10 دقايق. انا بس عايزه كل الميه. طبعا انا كنت نقعها في ميه وخل وليمون وبصل وفلفل اسمر، وبقطع طماطم واحطها عليها في النقع يا ميسة، اهو عشان ما يكونش فيه ريحه زفاره خالص، وتكون ريحتها حلوه كده وجميله، واللي يبقى قاعد في الصاله واللي قاعد في العماره وكل الجيران اللي حواليكي يشموا ريحه اكلك. ونزلت بالبصل، خلاص بصوا الميه هديت معانا خالص وابتدت تظهر معايا السمنه. نزلت بالبصل عليها، وبعدين انتوا متعودين مني دايما البصل والطماطم. كمية البصل الحلوة دي حطي 3 بصلات، لو انت طبعا يعني في بيت عيلة وهتعملي الكمية، ولو انت هتعملي كمية على قدك طبعا بتحطي بصلة براحتك، 2 براحتك. وبعد ما نزلت بالطماطم نزلنا بالورق اللورا اللي انا عندي بناتي بياكلوه، مش عارفة ولا ايه، مع اني ما بخليهمش يطبخوا في المطبخ، وكل ما اخش المطبخ ما الاقيش التوابل، بحس ان هما بياكلوها بالليل وانا نايمة. طبعا وهنا نزلت بالقرفة. زي ما قلت لكم دايما الإضاءة عندي مش كويسة، بس احنا نستحمل شوية مع بعض لغاية ما نظبط الإضاءة. ونزلت بالفلفل الأسمر، هنزل بقى بجميع التوابل اللي عندي. طبعا أسامة متعود كل ما أجي إيه أسجل الفيديو لازم يكون قاعد جنبي ماسك القلم ويشخبط إيه ويقعد يرسم على إيدينا. ونزلت بالقرفة. طبعا إيه، دايما البنات عندي يقولوا لي يا ماما، والقرنفل لازم كل أكلة ليكي نشوف القرفة، ولو ما فيش قرفة ما تطبخيش، ولازم تبعتي تجيب القرفة. أقول لهم أنا بحبها جدا في الأكل، جدا بتدي نكهة وريحة وطعم جميل جدا في الأكل. جربيها مع الشوربة وجربيها مع أي نوع من الطير، هتلاقي ريحة جميلة جدا ونكهة جميلة جدا. في أكل عند ناس يا جماعة والكاري، في أكل عند ناس ممكن نقعد معلش عليه والأكل يبقى شكله جميل جدا، وأول ما تقربي منك الطير تلاقي ريحة زفارة وتقرفي وتسيبي الأكل وتقومي. احنا مش عايزين كده خالص. ومرقة الدجاج حابة تحطيها، حابة مش حابة براحتك اللي انت حباه. معلش انا هنا بحط الحاجه من بعيد لان سخونيه الحله طبعا انتوا عارفين بتبقى شديده. هنا الرز شفته، خلصنا الارانب والرز استوى. الارانب مش هتاخد 10 دقايق سوا وهنحط الغدا على طول، والفيديو كله ما يكملش ربع ساعه. يعني الاكل بتاعنا ما بياخدش وقت. 100 مرة أقول لبناتي وأقول يا جماعة ما تشغلوش نفسكم بالأكل، ما تتضايقوش من الأكل. في ناس كتير بتزهق وتقولك أنا ما بحبش أخش المطبخ، أنا ما بحبش أطبخ. صدقيني لو حبيتي ان انت تحطي في دماغك هتكملي 10 دقايق هتخلصي. هنا بنتي طبعا الكبيرة كانت بتعمل السمبوسة، اخوها الكبير عايز ياكل سمبوسة، قلت لها اعملي له سمبوسة لغاية ما انا ايه اخش المطبخ واخلص. هما طبعا عملوا نفسهم بقى لقطة ان هم بيعملوا السمبوسة لكنهم ما شاء الله بيطبخوا طبيخ فرح. ممكن تستنى يا سمسم. وهنا بقى ايه قلت اما احمر السمبوسة كده، خلاص الرز استوى، استغليت العين الفاضية بتاعت الرز وقلت احمر عليها السمبوسة. وطبعا الأرانب خلاص ما شاء الله تشوفوها دلوقتي، كل ده يا جماعة ما كملناش ربع ساعة. وطبعا آلاء بنتي ما شاء الله عليها زي ما اتعودت منها، خدي بالك يا آلاء من السمبوسة لغاية ما أعمل حاجة تاني كده جنبي تكون سابت الحاجة لما تولع. الحمد لله إن لحقتها في اللحظة الأخيرة. طبعا ما سكتش بهدلتها، قلت لها أنا متعودة منك، أنا متعودة منك أقول لك خلي بالك من حاجة ما تاخديش بالك منها. إيه يا ميسة بتحكي كتير ليه؟ ما أنا هعمل إيه طيب، ما الفيديو معانا لازم نحكي ولازم نتكلم. ونزلت طبعا بالحبة التانيين فاضلين من السمبوسة. هي السمبوسة يعني بتعمل معانا زي ما انتوا شفتوا كده ايه، يعني كمية برضو مش كتير، يعني الورقة لوحدها دي اللفة ما بتعملش كمية جامدة. وهنا الأرانب معرفش اتسخطت ولا حصل لها ايه بعد ما اتسلقت. المهم ان انا شفتها كده ولقيتها كده بعد السليق، بعد ربع ساعة بالظبط من السليق. هي دي النتيجة. هتقولوا لي ايه دي يا ميسة، اقول لكم انا معرفش، بس هي دي الأرانب. هي اتذبحت قدامي وانا شفتها، لو انا متأكدة ان هي الأرانب. طب ازاي مثلا انت كنت عامله 4 ارانب وازاي محمره 3؟ لان انا ابني بيحبها مسلوقه ما بيحبهاش متحمره، سبت له واحد مسلوق واحنا حمرنا نفسنا ارانب. طبعا هنا في الزيت كان في ايه
معلقة السمنة اللي احنا اتعودنا عليها. طبعا لقطة الفيديو بتاعت ايه سلق الأرانب دي كنت انا نسيت احطها، وبعد كده ايه حطيتها معلش. هنا بقى هنعمل ايه؟ بتعملي ايه يا ميسة يا ترى؟ نسيت الملوخية الخضراء. قشرت بسرعة كده وانا واقفة حبة توم، لان كل ما بقشر كمية توم وعينها بالليل ما بلاقيها. برضو هنرجع لنفس الموضوع، معرفش بناتي عندي جننوني. توم طب هيتاكل التوم؟ برضو معرفش. تاني يوم مش هلاقيه. وهنا طبعا انا بحب جدا اعمل التومه مع حته فلفل كده. انا كنت سبت الحله هنا لما كانت داخله على الحله انها تتحرق، وانا طبعا بايه بدق التوم بحته الفلفل، معلقه السمنه زي ما اتعودنا وحبه الزيت، ونزلنا يا الله على الريحه، مش قادره اوصف لكم الريحه والجمال اللي كان في المطبخ من قبل ما نحط الشوربه ولا الملوخيه. وهنا طبعا بعد ما بعملهم بروح مقطعه، ما دام ما عنديش فلفل احمر. لو عندك فلفل احمر مش مهم، بروح مقطعه طماطم كده ايه صغيره خالص وحطها معاه عشان تبقى مديه حاجه كده اللون الاحمر في الملوخيه. طب ايه المعلقه دي ميس؟ طبعا ده سر الملوخيه اللي احنا متعودين عليه، معلقه الكزبره الناشفه. يا جمالها وحلاوتها لما بننزل بيها في الحله بعد ما بننزل بالطشه بتاعه الملوخيه. وهنا طبعا انا بقدر كيس الملوخيه هياخد قد ايه شوربه، كيسين هياخدوا قد ايه، ونزلت بالحبه دول. وجيت انزل بصراحه من الكيس، دي كانت غلطه مني لان انا متعوده احطهم في طبق واكبهم مره واحده، بس جيت انزل من الكيس مره واحده، سخونيه الحله حرقت ايدينا، لخبطت معايا الدنيا شويه. لان احنا كل يوم بنتعلم وكل يوم ايه بنعرف غلطنا فين. صلوا على النبي بقى يا جماعه، لان من اول الفيديو طبعا انا زي متعوده نسيت خالص اقول لكم معلش، وسام جنبي شاغلني. صلوا على النبي بقى وتعالوا شوفوا الملوخيه الخضراء الجميله والاكل الجميل اللي احنا عملناه. زي ما قلت لكم اي حاجه في البيت بتمشي وكل حاجه بنعملها جميله. اوعى تنسوا طبعا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، لان عشان زي ما قلت لكم كل يوم ينزل معانا فيديو جديد وحوار جديد وقصه جديده، واحكي لكم ايه اللي بيحصل معايا. طبعا هنا جبت الطاسه ونزلت معلقه السمنه. كانت بنتي طبعا على الحيد اللي جنب الطاسه دي كانوا حاطين عليها فحم ووقع بقى على العين، ملحقتش ان انا اشيله. معلقه السمنه بتاعتنا وهننزل. طبعا انا لما عملت التوم بالفلفل خدت كميه منه حطيته في الطشه الاولى بتاعت الحله، ورجعت عملت منه كميه للاخر. زي ما انتوا شايفين كده. حمرتها وهنزل بالطشه، وزي ما احنا معتادين الشقه بتاعت الطشه وبتاعت الملوخيه اللي احنا طلعنا شفنا اهالينا عليها واللي شفناهم بيعملوها. بتعمل في ايه يا ميسة؟ بتفيد في ايه؟ معرفش، انا طلعت لقيتهم كده، مينفعش نغير عاداتنا. الريحة يا جمالها يا جمالها يا جمالها يا جمالها يا حلاوتها. الملوخية دي مش قادرة اوصف لكم، يعني بصراحة كانت احلى حاجة في الاكل يوميها. هو الشتاء عايز الحاجات السخنة والحاجات الدافية. وبكده خلصنا الاكل وخلصنا الفيديو والارانب الجميلة والشرب.